السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فتحي. النهاردة هنتكلم في موضوع جديد شوية، وهو موضوع الفايب كودينج. الموضوع ده بقاله حوالي خلينا نقول 4 شهور. انا عملت بيه اكتر من 6 مشاريع، مشاريع ضخمة مش صغيرة خالص. وخلينا اتكلم معاكم ان المستقبل هيكون ان احنا نستخدم الاي اي ونوظفه طبعا في شغلنا، وان احنا نعمل بيه مشاريع. المشاريع دي ممكن تبقى من بروتوتايب لحاجه، من حاجه صغيره لحاجه كبيره جدا نقدر نستخدمها في البيزنس بتاعنا. لو انت مش فاهم، تعالى نتكلم مع بعض بطريقة جميلة جدا وسهلة جدا. هنفتح دياجرام كده وهنتكلم مع بعض بطريقة بسيطة، وهوريكم مشاريع احنا هنبتدي نعملها بالفايب كودينج ايجنتس وكده. اوكي. وان شاء الله الفكرة تعجبكم. لما كنا بنعمل ابلكيشن او ستيل بنعمل ابلكيشن لغايه دلوقتي، انت المفروض بتقعد مع تيم البيزنس تيم. اوكي. تيم البيزنس ده بيديك اوكي سوري. اوكي، اكيد انا بكتب حاجه غلط. تيم بيزنس ده بيديك اللي العميل عايزه. بيقول لك مثلا احنا عندنا فكره اكس، احنا عايزين نعمل ويب سايت زي ساوند كلاود دوت كوم مثلا. ساوند كلاود. اوكي. في ساوند كلاود ده هيبقى عندنا شويه في فيتشر وفانكشناليتي. احنا عايزين نعمل مثلا ان اي يوزر يقدر يرفع اغاني او مقاطع صوتيه. اوكي. احنا عندنا كذا نوع من المستخدمين. المستخدم الاولاني ده اللي هو ممكن يكون ارتست او مغني، ارتست او مغني، او يوزر عادي. واليوزر العادي ده في منه تو تايبس، في يوزر سبسكرايبد، يوزر نون سبسكرايبد. اوكي. او يوزر مشترك بفلوس او بيد يوزر. اوكي. وفي منه اليوزر الايه، الفري يوزر. حلو كده. وده ليه مميزات وده ليه مميزات تانية. حلو كده. بس طبعا كلهم بيستخدموا فانكشن بتاعه الابلود ميوزك، ممكن يستخدموها عادي. حلو كده. طيب، انا ببتدي افصص الفانكشناليتي اللي عندي في الابلكيشن. يعني بقول ان اليوزر الفري ده ماشي بيبقى عنده شويه حاجات، بيقدر يسمع عدد معين من الاغاني 3 مثلا تراكس مثلا. وبيقدر بعد كل 3 تراك بيظهر له اعلان 1 اد. حلو كده. طيب، خلينا نقول ان احنا بدأنا كده ان ده بيعمل كده. حلو. وطبعا اليوزر البيد ما بيظهرلوش بقى الكلام ده. طبعا اليوزر البيد في الكيس دي خلينا نقول ان ده البيد يوزر، بيظهر له هنا كده، بيظهر له يقدر يسمع unlimited tracks من غير اي limitations. وليه exclusive tracks، يعني ليه تراكات حصريه. اوكي. تراكس مثلا، يعني خلينا نقول مثلا عمرو دياب نزل اغنيه جديده، او اي مغني في الدنيا نزل تراك جديد، فهو كل الفكره ان هو ليه ان هو يسمع اللي هو عايزه من غير اي اعلانات، ويسمع الحاجات الحصريه قبل اي حد تاني. حلو كده. بس هنا ما بيدفعش فلوس، وهنا بيدفع فلوس. هنا ليه سبسكريبشن. يعني احنا عندنا هنا برضو لو بنكسر الموديولز بتاعت الابلكيشن، فاحنا عندنا هنا سبسكريبشن موديول ده لازم نشتغل عليه ان احنا نعمل سبسكريبشن لكل يوزر. طيب، السبسكريبشن موديول ده فيه شويه اوبشن تانية. يعني مثلا في البيمنت موديول مثلا المسؤول عن البيمنت، وفي عندنا البرومو كودز، وفي عندنا البرومو كودز مثلا، وفي عندنا كذا حاجه. طبعا احنا لو فصصنا الابلكيشن بتاعنا لابلكيشن ضخم وحاجه زي ساوند كلاود، هنطلع بفانكشناليتي كبيره جدا. لان احنا هنطلع ان المغني ده بيقدر يكستمايز او يعدل صفحه الفان بيج بتاعته، ويقدر يحط مثلا فوتو كفر، ويقدر يحط كل الكلام ده. لو احنا خدنا الموضوع ده بالشكل الطبيعي بتاعه ساوند كلاود سوري، هناخد وقت كبير جدا لغايه لما نفصص الابلكيشن ده الفانكشناليتي، ونعمل ستوري بوردز بقى، ونبتدي نقول ان احنا محتاجين نعمل الديزاين الفلاني. حلو. طيب، احنا محتاجين ايه دلوقتي؟ محتاجين ان احنا نكتب الكلام ده. اوكي. نكتب الكلام ده از فانكشنز ونقسمها. اوكي. ونقسمها ان احنا نقدر نعدل كل واحده فيهم لوحدها. يعني خلينا نقول مثلا I need to build a
ميوزك بلاير ويب سايت فور مثلا خلينا نقول ميوزك بلاير او ميوزك بلاتفورم. مثلا هو حتى عمل اوتو كومبليت لان انا بستخدم كود جي بي تي. فمثلا قال لك ان اول فانكشناليتي عندنا الاوثنتيكيشن، لان اليوزر يبقى بيقدر يريجستر الاكونت بتاعه في اوثنتيكيشن موديول يقدر يكريت اكونت ويمانج الاكونت بتاعه. تعال نقول ان احنا عندنا ميوزك ابلود يقدر يرفع الفوتو كفر بتاعه، الارتست، الجنرال، التايتل بتاع الاغنيه والميتا تاج بتاعته والكلام ده كله. طبعا احنا هنقسمهم فانكشناليتي، فاحنا هنعمل كده هنا نكتب فيتشرز ماشي، وخلينا نخليها خلينا نكتب الفري يوزر ماشي، في يوزر فيتشر. اوكي طبعا الموضوع ده يسهل لك طبعا لو انت عندك حاجه زي اي كود كومبليت بالاي اي ايجنت، طبعا هيساعدك انك تكتب برومبت محترم. البرومبت ده هيساعدك قدام انك تعمل حاجه. طيب احنا عندنا فري يوزر فيتشر، وخلينا نقول ان احنا عندنا بيد يوزر فيتشر، وفي عندنا الارتست. اوكي ارتست فيتشر، وخلينا نقول ان احنا عندنا برضو شركه انتاج اللي هي مثلا بروديوسرز، مثلا بروديوسرز فيتشرز. اوكي طيب احنا نخليه يكمل لنا، هو يقترح لنا الايه الفري يوزر فيتشر. خلينا نقول ان هو listen مثلا to music مثلا 3 tracks per day مثلا. بعد كده يقدر يكريت بروفايل، بعد كده يقدر يفولو الاذر يوزرز، بعد كده يقدر يعمل لايك وكومنت، يقدر يشير البلاي ليست، يديسكفر اغاني جديده بالريكومنديشنز. حلو. بس طبعا الريكومنديشنز دي ده موضوع تاني، ده ريكومنديشن انجن وده حاجه فيري ادفانسد، فخلينا نقول ان دي صعبه شويه نشيلها. تمام. ادز خلينا نقول ان احنا يبقى يظهر له ادز بير تراك مثلا. حلو كده. البيد يوزر بقى يقدر يعمل كل انليميتد listening، يقدر يداونلود التراك ويسمعها اوف لاين، يسمع الاغاني، ياكسس الاكسكلوسيف كونتنت، ادز فري اكسبيرينس. خلينا نقول باج مثلا ماشي خلينا نقول كده الارتست يقدر يابلود ويمانج التراكس بتاعته، يشوف الاناليسيس بتاعت التراكس بتاعته بتسمع قد ايه، يكولابريت مع مغنيين تانيين، يبروموت التراكس بتاعته على كل حد، ياكسس الاكسكلوسيف كونتنت والكلام ده. خلينا نشيل الايه الفيتشرز دي. طيب انت كواحد المفروض بتشتغل ديفلوبر، بتكتب اي لغه برمجه يعني كانت، بتكتب ايه فرونت اند بقى او باك اند، شوف ما انت تكتب اني فريم ورك او اني لغه برمجه، فبتقترح شويه حاجات. بتقول انا عايز اعمل فرونت اند مثلا بتلويند مثلا او بنكست جي اس، وبعمل باك اند بايثون، بعمله بايا كان الحاجه. الفكره كلها ان انت المفروض تشوف ايه اللي في دماغك اللي انت محتاج تطلعه وتبتدي تشتغل عليه. حلو كده. طيب احنا عملنا كل الكلام ده، المفروض ان انا اقول شويه حاجات ان انا بكسبكت ايه من الفرونت اند برضو. يعني انا بكسبكت ان فرونت اند ديزاين need to be like SoundCloud مثلا for example مثلا or Spotify مثلا Spotify. اوكي بيوزر فريندلي مش عارف ايه والكلام ده كله. طيب احنا كتبنا برومبت لطيف، وطبعا عايزه موبايل ريسبونسيف وسكيما كالر مودرن وكل الحاجات الجميله دي. احنا هنمشي بقى ستيب باي ستيب. حلو كده. طيب احنا عندنا كام بلاتفورم تقدر تخلينا نعمل فايب كود. الفايب كود ان انا بقدر اهوست الويب سايت. انا لو ما عنديش خبره في الديفلوبمنت خالص، ما عنديش اي زيرو نوليدج في الديفلوبمنت، بالفايب كود انا ممكن اعمل ابلكيشن كامل. الابلكيشن ده فرونت اند وباك اند داتابيز بكل حاجه باي بي اي، وهوست كله على الانترنت بزيرو اكسبيرينس في الديفلوبمنت. وده الباور بتاع ان اي حد ممكن يحول فكره لاب. يعني مثلا احنا عندنا خلينا نقول مين الاشهر دلوقتي بلاتفورمز بنقدر نستخدمها في فايب كود. حاجه زي ريبلت مثلا، ريبلت. اوكي في مين تاني في عندنا دلوقتي مثلا خلينا نقول جوجل جيميناي ستوديو. ده من الحاجات الجديده اللي لسه طالعه من كام يوم.
في عندك في 0 مثلا، في 0 لطيف جدا برضو في 0. في عندك حاجات كتير جدا ممكن تستخدمها. خلينا نبتدي مثلا نجرب بريبلت. بالنسبه لي انا بستخدم بريبلت بقالي فتره. جوجل جيميناي ستوديو او جوجل ستوديو او جيميناي ستوديو لسه مش ماتيور بالنسبه لي، وفي ويتنج ليست ساعات. الفكره في بريبلت ان هو كويس، بس الفكره ان هو بعيد وبيخليك تدفع فلوس على كل مايلستون بتوصل لها في الكود بتاعك. طيب خلينا نبدا كده سريعا وابتدي اوريكم ايه اللي بيحصل. طيب دي الانترفيس بتاعت الاكونت بتاعي بتاعت ريبلت. ريبلت هنا بيقول لك ان احنا عندنا مينتيننس في الابلكيشنز بتاعتنا وكده. فانا هديله البرومبت بتاعي ده، وهاجي اقول له هنا في عندك انهانس برومبت. بص طيب قال لك ان انا بعمل ويب بيزد ميوزك ستريمينج بلاتفورم لايك ساوند كلاود اور سبوتيفاي، ديسكفر ميوزك، في ليفل كذا فري بيد ارتست، ودي اليوزر مانجمنت، وفي كونتنت ديسكفري، ودي الالوان. طبعا انت ممكن تقترح عليه الوان معينه او ديزاين معين، وممكن تقترح عليه لغه البرمجه اللي انت ممكن تستخدمها. باي ديفولت ريبلت بيستخدموا النيكست جي اس بشكل عام. قلت له انت في الفرونت اند نود جي اس، في باك اند، في حاجات كتير. فخليك عارف ان تقريبا اغلب البروجكتس اللي هتبتدي بيها هتشتغل بايه؟ بنود جي اس ونكست جي اس في الطبيعي. طيب هو هنا هيعمل لك يعمل ثينكينج كده شويه، وهيجي يسالك شويه اسئله. ايه الفانكشناليتي اللي انت حابب تبدا بيها؟ دايما كل ما يخلص فانكشناليتي حاول تتست الفانكشن دي شغاله فعلا، بتعمل الاداء اللي انت محتاجه ولا لا. لان طبيعي ان هو بيغلط، طبيعي ان انت المفروض تتراك بعديه هتشوف الريزلت بتاعتك دي تمام ولا لا. هو دلوقتي بيعمل لك الام في بي، النسخه المصغره من الابلكيشن او الفكره، بيحول الفكره اللي انت بتعملها دي لفكره كبيره ويبتدي يشتغل عليها. تمام. وبيجي يقول لك دلوقتي بريفيو الايه المسجز بتاعتك، وبيبتدي يقول لك الحاجات اللي انت ممكن تبدا بيها. بيقول لك طيب انا دلوقتي هعمل لك البروتوتايب بتاع الابلكيشن او النسخه المصغره. عايز تعمل بيمنت انتجريشن وسترايب عشان بيمنت سبسكريبشن، عايز تعمل ارتست اناليسيس داشبورد، عايز تعمل ادفانسد سيرش عشان تدور بالتراكات بالجنرال او بالمود او بالريليز ديت او بالاصدار بتاعها، وتعمل داتابيز. خلينا نعمل داتابيز الاول. ماشي. هيقول لك بياخد لنا الديزاين بياخد منه دقيقتين، والنسخه كلها بتاعت الاب بتاخد 10 دقايق. فهقول له ستارت. اول حاجه دي التشيك بوينت بتاعت الابلكيشن. هو دلوقتي بيبتدي يعمل الديزاين بتاع الاب. بالمناسبه هو بيهوست الويب سايت عنده، وبيهوست الكود عنده بيشغله، وبيهوست الداتابيز عنده، بيعمل كل حاجه عنده حرفيا. يعني انت لو دخلت هنا كده هتلاقي في عندك الكونسول، وفي عندك الويب فيو، في عندك الديبلويمنت، في عندك الداتابيز اهي. هيبتدي يجيب لك كل الكلام ده. كل مايلستون بيحققه، كل مايلستون بيوصل له بياخد منك 25 سنت على المايلستونز. تمام. هو دلوقتي مثلا مش هياخد حاجه خالص لغايه لما يبتدي يطلع لك الايه البروتوتايب بتاع الابلكيشن. اوكي. طيب هو المفروض ان هو يعمل ساين اب اكونت. اوكي. ويبتدي يعمل الديزاين. تعال ناخد طبعا انت ممكن تاكسس الكود بتاع الابلكيشن من هنا. الكود هيتكون هنا، وهو طبعا بيستخدم جيت عشان انت لو عايز تعمل سورس كنترول او تحط الكود بتاعك في مكان ما تقدر تستخدمه بعد كده. طبعا ممكن تستخدم جيت، ممكن تبوش الكود على برودكشن انفايرمنت او اي حاجه. هو بيديك برضو سيرفر لو انت دخلت كده هنا. ماشي. تقدر تهوست بيه الويب سايت بتاعك. طبعا انت ممكن لو انت عندك اكزامبل لكود وعايز ترفعه، ممكن ترفع الفايل بتاعه من هنا. ماشي. وممكن تديله اتاتشمنت معينه للفايلات. ممكن لو انت شايف ان في حاجه ومحتاج توقف، فانت ممكن تعمل بوز للبيلدينج او للايجنت ان هو يشتغل، ويبتدي يطلع لك بقى الريزلتس بتاعتك عامله ازاي. طيب هو دلوقتي بيقول لك انا بعمل بس الانتراكتيف بيج، وبعد كده هيبتدي يشتغل في الباك اند. اوكي. الموضوع تقريبا هياخد حوالي 10 دقايق، فخلينا نكمل الموضوع ونبص عليه. هو بيقول لك بيسينك اهو. طبعا في بدايل تانية، يعني مثلا خلينا نقول ان في V0 وفي بولت. V0 من احسن الحاجات اللي انا جربتها حتى الان بتعمل فرونت اند ديزاين. يعني لو انا قلت له مثلا احنا خلينا برضو ناخد فكره لغايه لما اسمه ايه دوت تريبلت يخلص. تعال نقول له ان انا عايز I need to build a personal blog for
security engineer. اوكي اوكي that have articles and blogs and videos and tutorials. اوكي طبعا احنا محتاجين نصلح ذاتس دي. اوكي وارتكلز وفيديوز طبعا هو ايه. خلينا نعمل انهانس برومبت ونعمل لوجن بالاكونت بتاعي. تعال نستخدم اكونت مثلا اوكي جيت هاب. اوكي مش لا لسه محتاج وقت. وتعال نعمل مثلا سيك فتحي @gmail.com. يعني افتح الميل ناخد الكود. اوكي اكسبت. طيب هو لو احنا بصينا ابتدى يكتب الكود اهو. بيكتب السيرفر وبيكتب الكلاينت وابتدى يعمل حتى ايكونز ويبني الفرونت اند وابتدي دلوقتي بيعمل السكيم بتاعت الداتابيز. ده بيعمل برضو البيرسونال بلوج بتاعته وبيكتب الكود برضو. وانت ممكن تنزل الكود هنا عادي جدا. ماشي دي بيت سبسكريبشن. طيب انت خلينا نقول ان انت دي الانيشال فيرجن او دي الفيرجن البدائيه خالص. في حاجات طبعا هتلاقيها شغاله حاجات مش هتلاقيها شغاله. في حاجات كتير جدا محتاج تنهانس فيها بشكل كبير لان انت مش هتقف على كده لان الموضوع محتاج ان انت تكمل ورا البروجكت لغايه لما البروجكت يطلع تمام. بالمناسبه كل تشيك بوينت زي دي كل تشيك بوينت دي قال لك ان دي فري. بعد كده هتلاقي فوق ابتدى يكوست كل ما تطلب منه حاجه. في نوت مهمه جدا ما تحاولش تطلب حاجتين في نفس الوقت لان هو هيركز في حاجه وهيخلي لك الثانيه از تشيك بوينت ثانيه. فما تطلبش كذا حاجه في نفس الوقت. لما الايجنت يبوظ خالص يقف اطلب كل اللي انت عايزه وبعد كده كمل. يخلص اطلب اللي انت عايزه وخليه يكمل عشان هتلاقي مشكله بتحصل كبيره جدا وهي ان هيبتدي يتشارجك فلوس وانت ما بتاخدش حاجه. طيب هو بالمناسبه لما يبقى فيه برضو ديبندنسي مثلا او في باكج محتاج ان هو ينزلها اوتوماتيك بينزلها على السيرفر عشان يخليك تشوف الريزلت عامله ازاي. هو دلوقتي ابتدى يكتب الكود اهو او هو اصلا اوريدي كان بيكتب الكود وبيعمل اي بي اي عشان يشوف التراكس بتاعتك. وهنا بيبص عليها بالاي دي وبالاوديو والفوتو وكل الكلام ده وبيرفع الفايلات في مكان ما وابلود للبلاي ليست. تقريبا هو بيخلص كل حاجه لوحده يعني. طيب الموضوع حقيقي جميل جدا وممكن تعمل بيه بروجكتس كبيره. بص هو دلوقتي حتى هنا ابتدى يعمل السكيورتي بلوج وبياخد فيها بقى شكل يعني بيكونسيدر شكل الناس بتاعت الهاكينج او الناس بتحب السكيورتي وكده. هيختار الالوان وفي سبسكريبشن لوجو وكده. فطبعا هتشوف كل الكلام ده واحنا شغالين. هو هنا بيعمل الكلاينت وبعد كده هيبتدي يعمل باك اند. بالمناسبه برضو في زيرو بيعمل نفس الريبلت بيعمله. بس خلينا نقول ان لغايه دلوقتي في زيرو سبيشالايزد اكتر في الفرونت اند والحاجات خلينا نقول اللي هي ما فيهاش داتابيز. هو ما بيشتغلش على حاجات فيها داتابيز بشكل كبير. دايما بيستخدم حاجات ميموري. فلو انت حابب تعتمد عليه فانا بقول لك خلي بالك لسه مش ماتيورد قوي ان هو يطلع برودكت كامل. اللي ممكن يطلع برودكت كامل عندك ريبلت وفيه اكتر من حاجه. جوجل يعني ابتدوا يطلعوا البروجكت بتاعهم اللي هو جوجل ستوديو او جيميناي ستوديو. ابتدى يطلع برودكت كامل حقيقي وبيخلص معاك مشاريع كبيره جدا يعني. طيب بصوا حتى ابتدى يعمل بيربسويت بروفيشنال ديمو. طيب هو تقريبا هنا قرب يخلص يعني مش هياخد اكتر من كده. هو عمل الفرونت اند كله اهو وبيكتب الكومبوننت بتاعت الاب. تعال نبص حتى هو وصل لغايه فين. بيكتب الاوديو بلاير وهينزل لايبرز من نوت جي اس
هو ده بيعمل تايب سكريبت تي اس اكس. فهيخلص ويعمل الباك اند نوت جي اس، وهينزل لايبرز بتاعت نوت جي اس يبتدي يستخدمها ان هو يبقى ميوزك بلاير، ويكمل بقيه السايكل بتاعت الميوزك بلاير الطبيعي. تمام. لو تيجي نبص كده هتلاقي ابتدى يعمل حتى السايد بور، الاودي بلاير، اللي اوت، البلاير كونتكست، وده قرب يخلص البلوج. يعني ده ممكن خلاص دي او يكون خلص البلوج. الليميتيشن هنا في في زيرو ان انت طبعا زي ما قلت لك ان انت ما فيهوش داتابيز كبيره، ما تقدرش تعمل بيها داتابيز. والفكره برضو ان في شويه حاجات مش انسب حاجه، يعني مش اسرع حاجه في الكونتنت بتاعتك. انت ما تقدرش تبني بيها ابلكيشنز كبيره، هو يا دوب تعمل بيه حاجات ميني ابس، لطيف جدا في الميني ابس بتاعته. بس الميزه بتاعته ان هنا السبسكريبشن بتديك شهر او اكتر من شهر، يعني شهر قصدي بانليميتد ابس. هنا انت مش محدد بالابس، هنا انت محدد بالسبسكريبشن الوقت. لكن هنا لا، هنا هيحدد لك كل مايلستون بيوصل لها هيبتدي يتشارجك فلوس. يعني احنا دلوقتي هنخلص كل الحاجات دي، هيبتدي في الاول مايلستون يتشارجك 25 سنت لغايه لما تكون دولار في دولار في 2 في 3 في 4 لغايه لما يكون بقيه الاب. وطبعا ما بيعملش كل الحاجات دي مره واحده. يعني هو دلوقتي الخطوه الجايه هيجي يقول لك انا هعمل الداتابيز وهعمل اللوجن وهعمل السكيما والكلام ده كله عشان تبتدي تايدنتيفاي اليوزر بتاعك. اليوزر بتاعك ده هو يوزر اسمه ايه دوت، يوزر فري ولا يوزر برو ولا ارتست ولا، وايه الداشبوردز بتاعتهم، وهيعمل السكيماز بتاعتهم. اوكي، فلسه قدامك حبه حلوين يعني. ده ابتدى يخلص اهو، او خلاص بيعمل تقريبا الهوم بيج او الاباوت بيج، سوري. طيب في ناس اكيد شايفه ان طب ما هو ده ممكن يلغي المبرمجين. لا، هو ده معمول لفئتين من الناس. الفئه الاولانيه اللي ما بتعرفش تكتب كود، عايزه تطلع بروتوتايبس من الابلكيشنز. والفئه الثانيه الديفلوبرز اللي هم عايزين يعملوا ابلكيشنز يسهلوا على نفسهم الكود والانتجريشنز بتاعتهم. لو في حاجات بتاخد منهم وقت كبير، يمينيمايز الوقت ويبتدي هو يكمل في الحاجات الناقصه ويعمل الحاجات اللي فيها لوجيك اصعب، والحاجات دي كلها ممكن يستخدمها فيما بعد. طيب بصوا، ده خلص البلوج جاي وعملها، وسايب لك مكان تحط فيه الصور والارتكلز والبلوجز بتاعتك اهي. طبعا لو انت واخد بالك هو ابتدى يحط حتى كاتيجوريز ممكن تستخدمها، ولو عملت ريد ارتكلز مش هتلاقي حاجه شغاله. فانت طبعا ده المفروض تقول له ايه في النكست ستيب. مثلا هتقول له complete مثلا blog and articles design page. اوكي، ايه تاني ناقص؟ فانت طبعا بقى المفروض بتكمل بقيه الحاجات دي عشان تبتدي تشوف ايه اللي ناقصك هنا. انت ممكن طبعا تكلون البروجكت ده عندك على الجهاز عندك، وتبتدي بقى انت تكمل فيه بايدك لو انت عندك ديفلوبمنت يعني سكيلز. لو ما عندكش ديفلوبمنت سكيلز انت ممكن تعمل كل ده اونلاين. يعني ممكن تديله مثلا البلوجز دي، تديله الصور بتاعت البلوجز وتديله الحاجات دي كلها، وممكن تدوس ديبلوي هنا بمنتهى البساطه هيبقى رافع الكود على النت. بالمناسبه هو بيرفع فعلا الكود اصلا وقت الديمو، يعني ده الديمو اللي احنا بنعمله رفعه على النت. طبعا انت ممكن تشير اللينك ده مع اي حد، او تبتدي تبص حتى تلاقي مثلا في بيجز ما كملتش، فتبتدي بقى تروح انت طبعا بايدك تبتدي تبص على البيجز اللي ما كملتش دي وتكملها. يعني مثلا بيقول لك انا مش عارف بقى لي 10 سنين شغال في السكيورتي في التدريب، وده الميل بتاعي وده اكونت تويتر والحاجات دي كلها. طيب تعال نبص على ريبلت خلص اللوجن والريجستريشن والحاجات دي كلها. طبعا احنا بنبني هنا ابلكيشن اكبر من بيرسونال بلوج يعني. فطبعا احنا ممكن نخليه هنا نقول له كمل مثلا and complete another pages like videos and read article and give and build control او خلينا نقول admin banner with rich text editor to edit and remove and delete
blog and add title and cover for blog. طبعا يعني الجرامر مش هتبقى فارق كتير قوي طالما انت بتقدر توصل بالبرومبت اللي انت بتكتبه الفكره اللي انت عايزها، مش جرامر كبير. بص هو بيبلد لقى مشكله، فهنا مثلا هو ابتدى يعمل داتابيز، فبينزل باكج وهيبتدي يجرب الداتابيز هتشتغل فعلا ولا لا، وهيديك اللينك بتاع الابلكيشن لما يكون رن خالص. اوكي وخلينا نشوف. لسه بيقول لك بريفيو يور مسج، عايز يشوف ايه اللي ناقص. طبعا انت لو بصيت هنا هو كده ابتدى ايه، بيقول لك انا بظبط بس الفورمات تايم فانكشن وبيضيفها بيعمل لها امبلمنتيشن. طبعا انت لو واخد بالك تحت كده هو بينزل لايبرز وبيسطبها وبيخلص وبيعمل كل الكلام ده من غير ما تعمل اي حاجه. هو طبعا الابلكيشن كده خلص وقام على بورت 5000 ماشي. هيبتدي يديك اللينك بتاع الويب سايت يقول لك البروجكت بتاعك تمام خلص اهو. اوكي طيب البروجكت كده ما قامش، في مشكله. اوكي طيب انا راجل مش ديفلوبر دلوقتي واقول لك ان اكتشف ان في نيو ايرور في تيلويند فرونت اند، وهيبتدي يعدلها في تيلويند ان هو يصلحها عشان الفرونت اند يقوم. او دلوقتي بيعمل هنا بيعمل الباك اند بتاع الابلكيشن. بيقول لك انا بس بعمل ديزاين جديد للسي اس اس بتاع الكلاينت. اوكي بيقول لك انا كمان لقيت ايشو في السطر 49 بتاع الكلاينت في الفونت بودي، فبيصلح الفونت وبعد كده هبتدي اقوم الابلكيشن. كده بيقول لك ان الابلكيشن قام واتس وركينج ناو. طيب اول ما يقوم المفروض ان الصفحه دي يبقى يجي لك هنا الابلكيشن شكله عامل ازاي. اوكي هنا كده برضو لقى مشكله في اليوز اوثنتيكيشن، في مشكله في الاوثنتيكيشن. طيب هو بيقول لك احنا لقينا برضو مشكله في الاوثنتيكيشن سيت اب، هيبتدي يصلح. تعالى نبص نفس المشكله او لسه بيصلح الرياكت ابلكيشن عشان يبتدي يبص على الايشو دي بتتحل ازاي. هنا بيبتدي برضو يخلص الجزء بتاع البلوج والحاجات دي لغايه لما يبتدي يخلص هنا. هو هنا بيقول لك انا بس بظبط المدير بتاع الاوثنتيكيشن عشان ابتدي اشوف ايه اللي حصل، وبظبط الكونتكست بتاع البلاير عشان اشوف البلاير شغال ازاي. اوكي طبعا انا عايز اقول لك لو دخلت كده دوست على داونلود كود ممكن تداونلود الكود عادي مفيش اي مشكله. هنا في دي الباكجز اللي نزلت، النوت باكجز اللي نزلت. اوكي وهنا عندك الابلودز بتاعت الاغاني، وهنا السيتنج بتاع التيلويند والفرونت اند والباك اند، وطبعا هيشغل كل الكلام ده. طيب بيقول لك ان المفروض ان احنا تعالى نجرب الابلكيشن قام فعلا ولا لا، وياخد سكرين شوت ويشوف السكرين شوت قامت الابلكيشن فعلا ولا لا. اوكي قال لك دلوقتي ويلكم از جيست، خلاص كده الابلكيشن اتفتح وده اليوزر بتاع الابلكيشن بتاعك الديمو بتاعك. اوكي تعالى نقسم كده، ده اليوزر الاولاني الديمو يوزرز، ده للبريميوم اكونت وده للارتست اكونت. اوكي حلو قوي. تعالى نجرب كده على الساوند ويف اهو. بقى عندنا بلاتفورم جميله جدا ممكن نستخدمها في الاغاني. طيب انت طبعا هتلاقي شويه ايشوز مثلا الحاجات دي تمام وزي الفل. تعالى نجرب البلاير، مفيش حاجه شغاله طبعا عشان هو ممكن يكون مش حاطين سامبلز الاغاني عشان تبقى عارف او حاجات تقدر تسمعها يعني. تمام فطيب تعالى نجرب نعمل لوجن. هو في هنا جيست. طيب اول مشكله انا لقيتها هنا ان انا مش لاقي لوجن زرار لوجن. حلو كده. طيب اول لوجن مفيش لوجن بوتن مثلا ان مثلا توب رايت كورنر، فعلا مفيش. حلو كده. طيب انا هعرف ازاي ان انا لوجن؟ يعني هل في مثلا باص هو مديهولي اعمل بيه لوجن؟ بصوا ابتدى يتشارج كده 25 سنت.
دي مش $25، ده 25 سنت لو بصيت هنا. طيب تعالى نبص هل في لوجن مثلا هم عاملينه. في لوجن فعلا. طيب تعالى نعمل كده، نجرب اليوزر ونجرب الباسورد. ده بريميوم اكونت، عمل لوجن تمام التمام وقال لي مرحبا بك يا مش عارف ايه، ودوت الناس الضمي اللي هو حاططهم ممكن اعمل لهم فولو ومانج يور سبسكريبشن. طيب المانج سبسكريبشن مش شغال، manage subscription is not working. اوكي طيب تعالى نبص، مفيش بروفايل لليوزر، missing user profile. حلو كده. طيب ماشي، دي الحاجات اللي احنا اكتشفناها كده بالعين. طيب تعالى نشوف كده يوزر ديمو اكونت. بيقول لك ان الاكونت الديمو احنا عندنا في اكونت تاني للارتست او حاجه، ده الارتست اكونت. اوكي حلو قوي. هنا manage account. اوكي كده احنا عندنا manage subscription is not working for مثلا للنورمال يوزر، الفري يوزر، والبيد يوزر، والارتست. وكده عندنا برضو missing. احنا عايزين ايه؟ عايزين نعمل dashboard for artist who is able to upload tracks and photo cover and counter for subscriptions او subscribers. اوكي عشان يعرف عدد المتابعين بتوعه. اوكي with options to upload and delete and edit track. اوكي ماشي. اوكي ماشي، خلينا نبتدي بدولت. اوكي وتعالى نقول له اشتغل. ممكن نقول له add dummy track to test a music player. تاني دلوقتي المفروض ان هو يخش ياخد واحد منهم يبتدي ينفذه. اوكي طيب ما تعملوش انترسبت او ما توقفش الريكوست وهو شغال. يعني دلوقتي هو شغال دلوقتي. اوكي بص برضه الفولوينج بيج مش شغاله، الديسكفري مش شغاله، اللي هم مش اوكي. وانت وهو شغال دلوقتي ما تعملوش بوز وتقول له كومنت جديده، هو ممكن يسكيب حاجه فيهم. فعشان بس تبقى عارف وتظبط ده قدام، ما تحاولش تديله 2 كومنتس في وقت واحد. اوكي اوكي وبرضو خلي بالك احنا دلوقتي كتبنا برومبت ده غلط. البرومبت ده ان احنا كنا عايزين نمانج سبسكريبشن، فهو فاهم ان المانج سبسكريبشن ده من ناحيه البيمنت. فهو دلوقتي هيبتدي يحط بيمنت ميثود، فهو عايز يحط سترايب مثلا. حلو. فهو بيقول لك دلوقتي ان انا عايز احط في الهيدر نافيجيتور، هيحط كومبوننت لللوجن بوتون. يعني هو هيحط هنا كده زي ده كده، يحط لوجن بوتون. عايز اقول لك برضو الابديت بتحصل على نفس في الريل تايم وانت شغال، فانت ممكن تلاقي الابديت ده تم دلوقتي واحنا شغالين عادي. فبيقول لك انا بكريت نيو هيدر كومبوننت عشان احط فيه ده الهيدر اهو، هيحط فيه اللوج اوت بقى والحاجات بتاعت اليوزر العاديه واللوجن والساين اب وهكذا. تعالى بص كده نريفرش. طيب على الصعيد الاخر في زيرو عمل الجزء اللي احنا كنا عايزين. تعالى نشوف ارتكل معينه مثلا كده. تعالى نشوف ارتكلز، تعالى نشوف اي ارتكل من دولت. اوكي فلسه مخلص الشغل بتاعه. تعالى مثلا نجيب اي بلوج من دولت. تمام.
فبيقول لك انا عملت الاوثنتيكيشن موديول وعملت داتابيز انتجريشن، وده دي النكست ستيبس. هو دلوقتي بيقول لك انا عملت ريتش تكست اديتور. تعال نبص على الادمن، او تعال نبص على كلمه داشبورد. دي الادمن بورتال اللي هو عملها، ودي الارتكلز اللي بره. تعال نجرب نعمل اديت. كده مش شغال الاديت طبعا. انت بقى المفروض بقى تنهانس اكتر في كل بوينت من البوينتس دي. اوكي تعال نجرب نعمل ديليت. ما بيعملش ديليت لان اصلا الداتابيز مش انتجريتد. حتى الداتا اللي موجوده دي دامي داتا يعني. بص هو حتى بيقول لك عدد الفيوز، الابلكيشن لسه قايم دلوقتي، فاكيد ما عندناش توتال كل اليوزرز دي وكل الكلام ده. تمام. بس هو ابتدى يعمل لك انيشال بروتوتايب تايب او بروتوتايب تقدر تبص عليه. ده انا بقول لغايه دلوقتي ان هو في الباك اند مش احسن حاجه. هو فرونت اند بيديك فرونت اند ديزاين جميل جدا لو انت عايز تعمل حاجه بفلاسك او تعمل حاجه بجانجو او الحاجات دي، ممتاز بالنسبه لي انا شخصيا يعني. طيب لكن ريبلت بصراحه انا مجرب عملت بيه ابلكيشنز بسايزز كبيره جدا وكان شغال معايا كويس، وتعالى هنجرب دلوقتي. بالمناسبه هو كل الحاجات اللي هو خدها دي اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 دي هو عمل داتابيس تاني اهو. ماشي. هيبتدي بقى في المره الجايه يحسب عليك في كل مايلستون هيبتدي يحسب عليك كاونت تاني. فكرة انت ممكن تعمل ابلكيشن بدولار واحد وتقومه ويبقى زي الفل ويبقى شغال جامد جدا. انا بس بقول لك يعني انت ممكن تطلب منه الطلبات بطريقه مظبوطه ببرومبت مظبوط، يبتدي يطلع لك نتائج محترمه جدا وتبتدي تشغلها لوكالي عندك او على سيرفر من غير ما يكونسيوم منك فلوس او ما يكونسيومش منك فلوس كتير يعني. ده اللي انا اقصده. هو كده كده انت كده كده هتدفع يعني. وبالمناسبه انت ممكن تنفايت ناس من التيم بتاعك تعملوا ديفلوبمنت في ابلكيشن معين. يعني مثلا ممكن تدوس من هنا انفايت وتنفايت ناس من التيم بتاعك وتشغل الابلكيشن معاهم يعني. في عندك برضو حاجه هنا، ده الايجنت اللي بيعمل ديفلوبمنت اللي احنا بنستخدمه. وفي عندك هنا برضو ده الكونسول والبروجرس بتاعك عملنا ايه والحاجات دي والديبلويمنت. في تولز بقى ان انت ممكن تبص على تكلم الايجنت تشوف ايه اللي اتحقق. يعني انا مثلا ساعات كنت بعمل ابلكيشنز واقول له بعد ما تعمل الابلكيشن ده قومه دوكر، فكان بيقومه دوكر عادي جدا مفيش اي مشكله. عمل لوجن فوق اهو. تعالى كده نجرب اللوجن بتاعنا. بص خد مايلستون جديده ايه. اوكي هو بس بيجرب يفكس الميوزك امبورت، جرب ياخد اغنيه وما نفعتش. طيب تعالى كده نعمل لوجن. هل المانج سبسكريبشن اشتغلت؟ اوكي بروفايل، عمل بروفايل فعلا ليا. اوكي وحدد ان انا ده ميوزك بروديوسر. طيب تعالى نعمل كده هنا ارتست بروفايل ضربت. طيب انا عايز هنا سترايب اكونتس. لا انا مش عايز اعمل سترايب، مش هستخدم سترايب. انا بس هدخل له اي داتا عشان اعدي. اوكي هو ده عشان انا كتبت برومبت شرحت له غلط، فدي مشكله عشان بس تبقوا عارفين. طيب تعالى نعمل كده. تعالى نمانج اوكي بيعدل تاني في حاجه، بيعدل في الداتابيز سكيما عشان يضيف فيها ان بقى فيها بيمنت انتجريشن، ان بقى في سبسكريبشن موديول او في طريقه دفع. فهو دلوقتي بيقول لك انا ضفت السترايب اي بي اي. بالمناسبه اي حد بيعمل ديفلوبمنت لاي ابلكيشن عارف ان في حاجه اسمها انفايرمنت فاريبلز او الكيز بتاعتك بتسيبها فين في الابلكيشن. هم عندهم حاجه زي كي فولت بتاع مايكروسوفت تقدر تستخدمه وتحط فيه الكيز بتاعتك وتستخدمها ان انت تستور فيها الكيز بتاعتك بتاعات الاي بي ايز بتاعتك. ودي حاجه جامده جدا ممكن تستخدمها في اي ابلكيشنز كبيره يعني. فهو بيريحك من كذا حاجه مع بعض. طيب تعال نبص على البروفايل. طيب هو بس بيعمل ستورج عشان يحط فيها الاي دي بتاع البيمنت. تعال نرجع كده تاني في بروفايل. تعال نجرب يوزر 2 مثلا نشوف يوزر 2 موجود. قال لك لا مفيش يوزر 2. طيب هو داون الابلكيشن ورفعه تاني. بيقول لك انا بقى عملت سترايب هنا واستخدمت الهيدر وقومت داتابيس جديده وعملت سبسكريبشن وداشبورد. ماشي تعالى كده نبص. طيب
بص عم خد مايلستون تاني بقى، دلوقتي احنا كونسيومد 75 سنت. تعال نعمل كده. بالمناسبه انا قاصد ان انا اوري ان في مشكله في البرومبت، عشان تبقوا عارفين بس ان الحاجات دي بتكونسيوم عليها فلوس. فلما بتيجي تغلط غلطه زي دي ومتشرحلوش الشرح الكامل، بيديك الحاجه اللي انت كاتبها بشكل مش موضح، بيبنيها صح. يعني انا مثلا قلت له انا عايز امانج السبسكريبشن، من السبسكريبشن دي في الطبيعي ان انا اعمل بيمنت او ان انا اضيف دفع في الابلكيشن، فلازم يضيف الدفع في الابلكيشن. تاني حاجه انت المفروض بعد ما تخلص الابلكيشن ده اللي انت بتقوم عليه ده، المفروض ان انت تبتدي تست الفانكشناليتي بايدك، تشوف هو حققها فعلا ولا لا. يعني مثلا هنا بقى في مانج سبسكريبشن، فالمفروض مثلا لما تيجي تدوس كده بقى عندك سبسكريبشنز، فالمفروض لما تيجي تعمل سويتش بلان كده هنا، يقوم مثلا يقول لك لا يا معلم انا عايز مثلا سويتش للفري، كده انت بقيت فري. حلو. فالمفروض ان انت تمانج السبسكريبشنز دي، هو لسه بيخلص الموديول اصلا، فبيقول لك ان انت دي ارتست بلان ماشي، وهتدفع الدفع الجاي ابديت بيمنت مثلا. بيقول لك البيمنت ميثود مانجمنت از نوت افيلبل ناو، عايز تكنسل السبسكريبشن. هل لو كنسلتها برجعت فري؟ لا انا لسه ارتست زي ما انا. فدي ايشوز انت المفروض تفولو اب على كل الحاجات دي وتتاكد ان اللي انت عامله ده شغال فعلا صح. طيب تعالى كده نجرب مثلا اي حاجه. طيب تعالى نعمل بلاي ليست نجرب. قال لك بلاي ليست كريشن از نوت افيلبل ناو، كده احنا عندنا ميسنج في كذا حاجه. ماشي. طيب تعالى نعمل لوج اوت ونجرب اكونت اليوزر التاني اللي احنا كان معانا. احنا كان معانا اكونت ده ارتست وده يوزر عادي. لا تعالى نعمل اكونت من فروم سكراتش خالص. سيك فتحي واعمل باسورد. فئة الاكونت طبعا دي لازم تتشال. اوكي ده فري اكونت. حلو كده. تعالى نبص ليميتد تو ان انت تسمع 3 اغاني في اليوم. طيب تعالى نعمل بروفايل، زيرو سبسكريبشن، زيرو فولوينج، زيرو بلاي ليست. تعالى نعمل بلاي ليست. قال لك الكريشن بتاع البلاي ليست مخلص. طيب تعال نشوف السيتنج. اليوزر سيتنج مش شغاله. طيب تعال نكتب هنا اليوزر سيتنج is not working in user profile icon in top right corner. حلو كده. طيب بص هو ابتدى ايه، دخل في دولار خلاص. اوكي. لو انت شايف ان انت عندك مشكله في البيمنت وفي هو طبعا بيقول لك انا بجرب بيعمل الكراد بتاعت السبسكريبشن، بيضيف البلاي ليست او السبسكريبشن تايبس، بيضيف الداتابيز، بيعمل كل الكلام ده. ماشي. لو انت بيقول لك خلاص سترايب شغاله دلوقتي ممكن تدفع بيها. لو انت عندك مشكله في حاجه انت ممكن تعمل رول باك من هنا، ممكن تعمل بوز من هنا وتوقف خالص الديبلويمنت، عشان بس لو انت شايف ان في مشكله عليك او ابتدى يكونسيوم اوت اوف بادجت بتاعتك، فلازم تكون عارف. اوكي. invalid credentials. اوكي. طيب تعالى نعمل اكونت جديد. هو بيعمل انستول كل فتره للابلكيشن. اوكي. طيب كده بيجهز السبسكريبشن موديل. تعالى كده نعمل هنا edit من السبسكريبشن. تعال نقول له انا عايز سويتش الارتست. اوكي لسه ما خلصش، فبيقول لك انا بابديت البيج بتاعت السبسكريبشن عشان انتجريت دلوقتي مع سترايب. بص كده هي حتى تلاقي بترفرش. اوكي هيخلص بقى ويبتدي لك الديالوج بتاع الايه، بتاع البيمنت. ماشي. هو حتى بيقول لك ان انت ما عندكش نكست بيمنت، ما عندكش بيلينج سايكل، ما عندكش اي حاجه، فالدنيا تمام زي الفل كده. فعلا الداتابيز بيرجع للداتابيز يشوف الايه الريزونز بتاعتها. طبعا السيتنج مش موجوده من السبسكريبشن البروفايل بتاعي. تعال نجرب نعمل فولو لحد تاني. تعال نشيل بس نرجع للهوم كده. بيعمل اديت لحاجه من الكومبوننتس، فالكومبوننت دي عملت ايشو. في اي وقت حابب توقف ممكن توقف، عايز تكلون الكود عندك وتشغله لوكالي ممكن تعمل كده، تدوس داونلود او تسحبه بجيت عادي جدا مفيش اي مشكله. هو بيقول لك انا كده خلصت وعملت انتجريشن مع سترايك. اوكي.
بيقول لك انا ريدي دلوقتي. لما بيكون خلص التاسك بتاعته بيقول لك ان هو مستني الفيدباك بتاعك. هو دلوقتي دخل في دولار وربع. هو بيقول لك ان انا ابتديت اخلص السترايب اي بي اي، بيتشيك ان هي بيحطها في الانفايرمنت فاريبلز، ودلوقتي بيعمل تشيك اوت بيج. تعالى كده نبص، نديله سيف فتح دي، يقول لك اليوزر اتمسح. طبعا عشان دي تيست انفايرمنت عشان تبقوا عارفين. بس طبعا الابلكيشن ده اصلا في الطبيعي لو احنا كنا بنتكلم في حد يعمل ديفلوبمنت كان طبعا خد وقت كبير جدا وكوست ماني كبير يعني. فعشان كده بس يعني انا شايف ان دولار وربع او دولار ونص حتى او دولار على الاقل ده مش فلوس خالص. او حتى ابتدى يكتب لك فيتشرز والكلام ده. بس طيب هو بيعمل بس بروتكتد للراوتنج بتاع التشيك اوت عشان ما فيش يوزر يقوم دافع وراجع تاني. طيب خلينا نقول ان احنا بيقول لك ان السترايب سيكريت كي لازم يكون بيستارت باس كي. ماشي، تعالى كده نكتب سترايب كي، احنا عايزين تيست. تعالى نجيب ده سيكريت كي تيست. ماشي، سترايب سيكريت كي تيست. تعالى نجيب سترايب بابليك كي published كي. اوكي، وتعالى نعمل كونتينيو. اوكي، بيقول لك اتحطوا في الفاريبلز بتاعت السيرفر خلاص. هو بيبقى عايز يجرب سايكل يشوف السايكل دي بتنجح فعلا ولا لا. ف بالنسبه له هو انت لازم تدخل له كيز على الاقل تيستنج، بتوع تيستنج يكونوا شغالين كويس. بيقول لك انا بعمل السبسكريبشن دلوقتي في السايد بور. على فكره الموضوع ممتع جدا، ولو حد شايف ان هو بيكوست ماني هيطلع في حاجات تانية بفلوس ارخص بكتير او اوبن سورس اصلا على الاقل هتكون بتعمل في نفس الفانكشناليتي دي بطريقه ارخص واحسن يعني. فهي بس هو ريبلت لغايه دلوقتي بصراحه بينتجريت حاجات كتير جدا مع بعض، وده اللي مخليه مميز يعني. تعال نعمل كده. طيب بيقول لك ان انت عشان تخش على السبسكريبشن لازم تكون اوثنتيكيتد. تعالى نعمل اكونت ونسميه سيك فتحي. تعالى نعمل اكونت كده ماتريكس. حلو قوي. تعالى نبص على السبسكريبشن موديول. قال لك عايز تدفع، طلع لي فعلا الدفع بالفيزا اهو. ابتدى يسالني. تعالى نكتب اي حاجه، او تعالى نكتب فيزا كارد جنريتور. اكيد مش جنريتور بالاي او يعني، فيزا او كارد نمبر جنريتور. اي ويب سايت من الويب سايتس بتاعت الكارد تيستنج دي. تعال نجيب اي واحد من ده، امريكان اكسبريس اهو. حط الكارت ده مثلا 28، وتعالى نقول له الميل اللي هيوصل لي عليه كذا gmail.com. طبعا دي تيست انفايرمنت يعني الحاجات اللي احنا بنكتبها دي مش افكتيف يعني، عشان بس تبقوا عارفين. طيب تعال نقول له بي. قال لك ان الكانت بروسيد بليز كونتاكت سبورت، في مشكله. طيب حلو قوي، احنا لغايه دلوقتي احنا كده تمام قوي. حلو، احنا كده عملنا البيمنت جيت واي، اكتشفنا ان البيمنت جيت واي شغاله، عملنا كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. عندنا الفيتشرز بتاعت اليوزر اكونت دي مش شغاله. اوكي، طيب هل احنا عندنا داشبورد للارتست شغاله، او احنا محتاجين مثلا نحط هنا باك بوتونز مثلا نجربها. محتاجين نحط باك بوتونز هنا نجرب فيها نقدر نرجع فيها في اي وقت يعني. تعالى مثلا نجيب سبوتيفاي مثلا. سبوتيفاي ماشي، تعالى نفتح كده. شوف تقسيمة سبوتيفاي مثلا في الجنب في هنا مثلا خلينا نقول ان احنا عايزين ناخد برنت سكرين، ناخد الحتة دي كده. ماشي، هقول له مثلا تعالى كده نرجع للحتة دي. انا عندي اكيد السكرين شوتس تاخد في مكان ما هنا. اوكي طيب انا ممكن اعمل حركه حلوه، ممكن ارفع له الصوره واقول له اصلا خد فكره منها
او ممكن اقول له مثلا حط لي هنا كده مثلا. على فكره ابتدى هو حط لوجو هنا فوق هنا، ساوند ويف، عمل له لوجو او ساوند ويف. اوكي، وعمل داشبورد. انا مش عارف هي ليه مش باينه عندي. تعال ناخد لينك تاني عشان انا ممكن اكون حاسس ان اللينك ده مبقاش ابديتد. اوكي، او تعال نعمل لوج اوت. اوكي، هل هو مش ريسبونسيف؟ لوج اوت سكسسفولي. تعال نبص كده، قال لي نو انترنت. طيب تعال نجرب. في فعلا بيج في الجنب، وفي شورتس، وفي اكسبلور. تعال نجرب كده ميوزك. البلاير شغال، بلاير شغال فعلا، وفي كذا حاجه فعلا موجوده. طيب تعال نجرب الاكونتس اللي احنا كان مديهم لنا ده. تعال نجرب السبسكريبشن بلانز. الفولوينج مش شغال، البلاي ليست مش شغال، اللايف تراك، اللاف تراكس، شورتس في الايفنت والحاجات دي في منها حاجات فعلا مش شغاله. ده بريميوم يوزر. طيب هل انا ستيل لسه معرفش اعمل بلاي ليست؟ اوكي، طيب احنا كده خلينا نقول احنا عندنا كده دي اول ايشو، ان احنا عندنا اليوزر مانجمنت مش شغاله. اوكي، upload music is not found. اوكي، وخلينا نقول ان احنا عندنا create a playlist is not exist مثلا. تعال نقول following، ماشي، following and ايه تاني، and discover هي discover فعلا صح، and liked is not exist as a pages. اوكي تمام، وهنقول له add dummy tracks to test اسمه ايه دوت، خلينا نقول اللي هو الميوزك بلاير. واخيرا وليس اخرا بالنسبه لي انا محتاج ان انا السيتنج ان بيرسونال. ماشي، دي مكتوبه كده. طيب تعالى نخليه يبتدي يشتغل عليهم، ونقول له اشتغل عليهم. هو دلوقتي احنا تقريبا كونسيوم $1.50، احنا ممكن نوصل ل $2 ويكون الابلكيشن كله خلص. طيب هو احنا تقريبا قربنا نخلص، هيخلص بس اخر حاجه، اخر ستيبس دي، وبعد كده احنا ممكن نختار ان احنا نديبلوي كله على الانترنت عنده على السيرفر، ونستخدم الداتابيس بتاعتهم اللي هي بوستجريس، او ان احنا ناخده عندنا على الجهاز بتاعنا، نعمل كده داونلود فايل. اوكي، داونلود مانجر الجميل. اوكي تمام، دايما فضحنا. اوكي طيب هو بيقول لك دلوقتي I understand your needs، انا هبتدي اعمل الحاجات اللي انت محتاجها دي. طيب هو كده نزل الكود عادي، احنا هنخلص بس ايه ونكمل نبلد الكود عندنا لوكالي. طيب هو بيقول لك انا بعمل setting page per user. طبعا عايز اقول لكم على حاجه، انا عملت كذا مشروع، منهم مشروع ان انا عملت ريبورتنج داشبورد للريبورتات السكيورتي بيها. عملت مشروع قبل كده للباك باونتي اللي انا استخدمت فيه ريبلت، عملت فيه ان انا كنت يعني بكلم اي بي اي بتاعت هاكر وان وباك كراود وكل بلاتفورم، ان انا فيتش منها البرامج الجديده بتاعت الهاكرز بتاعت اللي انا بتست عليها، وبمانج بيها تقريبا كل حاجه، وعامل نوتس بيرسونال ليها، وعامل البيرسونال ويب سايت بتاعي، كل الكلام ده. فالفايب كود مش حاجه وحشه خالص، الفايب كود حاجه ممتازه. انا بستخدم ريبلت في حاجات كتير جدا. اي نعم هو مكلف، وفي حاجات ارخص منه،
واتمنى ان يكون في حاجه احسن منه او بجوده اعلى منه، وفي نفس الوقت تكون افكتيف وبشكل مجاني، او ان انا اقدر اعمل لها سيلف هوست. دي حاجه يعني كلنا نتمناها يعني. تعال نعمل كده وبين براوزر، وبيقول لك انه عمل بيج بتاعت الفولوينج. تعال نبص عليها. هو ممكن يكون لسه عملش ديبلوي يعني، فعمل البيج ولسه عملش ديبلوي. اوكي، بلاي ليست دي السيتنج يوزر دي بيقول لك ان هو عملها، بس انا مش شايف ان هي شغاله. تعال نعمل لوج اوت. create like tracks page. دوت اليوزرز اصلا عاملين تيستنج يعني، اللي هم ما فيش غيرهم اساسا. فالمفروض لما اخش في البروفايل الاقي الاربعه دول موجودين في البلاي ليست. طبعا انت ممكن تقول له بعد ما تخلص فضي لي الداتابيس دي خالص خالص، واعمل لها واعمل بيلد ان انت ان ده هيشتغل على برودكشن انفايرمنت. فخليك عارف ان الكلام ده هيطلع للمستخدمين كتير، فجرب. عمل السيتنج اب اهي، تعال نجربها. بيقول لك انا بورك دلوقتي ان انا اعمل اد دامي تراكس عشان اجرب الميوزك بلاير. دلوقتي وصلنا تقريبا $75. هو هيجرب بس اخر حاجه يصلحها. اوكي، تعال نجرب البروفايل. سيتنج البروفايل شغاله. تعال نجرب نغير الميل اليوزر نيم ونخليه اي حاجه. سيف، نرجع. هل افكتد؟ لا لسه ما افكتش. اوكي، لسه. الكلام ده ممكن يأفكت لما تبتدي تعمل ديبلويمنت، تقول له ان الحاجات دي على برودكشن هتشتغل. فعشان بس ما نبقاش بنجني عليه او شايفين ان احنا في مشكله. بالمناسبه انت ممكن لما تلاقي ايشو تعمل حركه لطيفه جدا وانت شغال. ممكن تعمل مثلا كده، تديله الاكونت بتاع التستنج حلو، وتجرب من الانترفيس هنا، تجرب تعمل حاجه، ولما تلاقي ايشو هيبتدي هنا يقول لك ان هو لقى ايشو اوتوماتيكلي. بص، هو صفحه الديسكفر اشتغلت، صفحه الفولوينج اشتغلت، السبسكريبشن، بلاي ليست لسه ما خلصتش، اللايك تراكس بقت موجوده، ريسنت بلاي لسه. اوكي، تعال نبص على البروفايل، السيتنج سيك فتحي مثلا. اوكي، تعال نرجع كده. المانج بدل ان ده ممكن تسويتش الانذر بيمنت، او هيطلع لك البيمنت بتاع اكتب الاو تي بي اللي جالك بي. اوكي، اوكي. طبعا هو لو كل حاجه شغاله خلاص هتلاقي الدنيا تمام. برضو لسه واقف عند ان هو يسبورت الانترفيس. اوكي، ممكن بقى اقول له complete all functions and database integration to be ready to deploy on production environment. Okay, make sure everything is work. Okay, and remove. انا عايز اخليه هو في اللوج اوت، في الساين اب. اوكي، and sign up. اوكي، remove account type. اوكي، هو خلينا نشوف بس هو هيعمل ايه لما نقول له ان انا integration is work and اوكي. بس كده انا هقول له الحته دي ماشي، وهنبتدي نشوف. ماشي. فتقريبا خلصوا، احنا يعني قرب يخلص.
انا بس كنت حابب ان انا اوريكم حاجه لغايه لما يخلص، ودي حاجه اخيره يعني. هو دلوقتي بيعمل الداتابيز. الابلكيشن التاني خلص. ممكن اوريكم جوجل فاير بيز ستوديو، وده من برضو فايب كود بيلدر. ممكن تستخدمه ان انت ممكن تقول له نفس الفكره. تعال نرجع ناخد نفس البرومبت. اوكي، وهقول له بيلد. اوكي، هيبتدي يبيلد. بالمناسبه فاير بيز بيسبورت بروجرامينج لانجويج اكتر بكتير من ريبلت. بس الفكره كلها ان انا لغايه دلوقتي مش شايفه ماتيور ان هو يطلع ابلكيشن كبير. انا جربته لمده 3 ايام لغايه دلوقتي ومش حاسس ان هو يقدر يطلع ابلكيشن كبير. هو دلوقتي جرب بيعمل الابلكيشن، بيبني الكود بتاعه، بيعمل لاي اوت والانيميشنز، وبيحط جيميناي اي بي اي كي. اوكي اهو، يعني تقريبا خلينا ممكن نقول ان هو اسرع شويه من ريبلت. ريبلت بيستخدم على فكره الانجن بتاع كلود، وهنا بيستخدم جيميناي. تمام، يعني انت ممكن نقول له اوتو جنريت، هيجنريت اي بي اي من عندي بالاكونت الجيميناي وابتدي استخدمه. بس خلينا نقول برضو لسه ستيل في ميزه ان انت هنا عندك في فاير بيز ستوديو انت ممكن تنتجريت مع فاير بيز، ممكن تنتجريت مع كل حاجه في وقت سريع جدا. سو طلع بروتوتايب فيه الايشو بتاعت الاس ار. تعالى كده نجرب. بص، اوكي. ستيل برضو موضوع ان انت لو في مشكله في الكود هنا لسه مش بيفكسها اوتوماتيك. بس في ميزه برضو هي موجوده هناك، ان انت لو عندك مشكله في مكان معين ممكن تدوس عليها بالايكون دي ويبتدي يخش يشوف المشكله كانت فين. اوكي طيب، هو دلوقتي بيفكس الاستورج. طيب بيقول لك لو انت عايز تقتل في الكود، طبعا انت هنا ممكن برضو تسويتش بين الكود او البروتوتايبر، اللي هو اللي بتعمل بيه الديزاين او تعمل بيه الايه الكود بتاعك. ممكن تبص على الكود عامل ازاي. احنا نخلص دي وخليني اوريكم خلاص ان احنا هو دلوقتي بيفاينلايز الاب. احنا هنقف تقريبا عند 2.25 سنت، $2.25، ويكون خلص كل حاجه احنا عايزين نشتغل عليها. اوكي، بيقول لك ده فيرست انتجريشن للبروتوتايب، وممكن تدوس كده عشان تبص على الكود. اوكي، يعني خلينا نقول فايب فولت، ده هو طلع الاسم كده، بس لسه الديزاين مش عاجبني بصراحه. احنا لو خدنا نفس البرومبت ده ورحنا بيه على في 0، ممكن في 0 يطلع ديزاين الطف من كده شويه. فعشان كده بصراحه لسه بالنسبه لي اسمه ايه دوت مش ماتيور شويه بالنسبه لي. هو ده خلاص عمل كونسيومنج تاني. بيقول لك انا لقيت فيه مشكله ان التيبل بتاع اليوزرز والتراكس از نوت اكزيست في الداتابيز. فهو دلوقتي بيقول لك انا بجرب عشان تبقى خلاص ريدي في الانستليشن. بس بيقول لك ان السكيما ابلايد وكل حاجه ابلايد وكده، الكود بتاعك كله شغال يا معلم. وتعالى ندوس على اوكي. حط سامبل سورز، حط تراكات، بقى ميوزك بلاير بجد. هو بيصلح حاجه بس. طب هو حط التراكات دي فين يعني؟ هو تقريبا بيكلهم من حته. بقى عندنا اب حقيقي شغال، وفي عندنا لوجين اهو. شال حتى اليوزرز ما بقوش موجودين. حتى اليوزر مثلا بيقول لك اليكس جون ده اند باسورد 1 2 3. لا خلاص، هو كده خلص، عمل اخر كده ووقفنا عند $2.5. شكرا كده الابلكيشن بيقول لك تمام ريدي ان انت تشتغل عليه على persistence database storage، ولا عايز تبنيه على database تانية. انا ممكن اعمل كده، بس خلينا بس نوقف الانتجريشن بتاع اسمه ايه دوت ثواني.
تعال نعمل كده ونرجع ندوس على داونلود زايب فايل اهو الاكونت بتاعي، نخفي ده كده. بقى عندنا الكود بتاعنا على الجهاز لوكالي شغال حلاوه. وتعالى نبتدي نعمل له اكستراكت ونرجع للداشبورد عندي او الهوم بيج او الديسكتوب، يعني مش عارف ليه انا سطح المكتب هنا. اوكي طيب فين هذا الفايل؟ انا شايف ان انا احطه في فولدر ما في مثلا هنا كده بصراحة. اوكي بقى عندنا البروجكت اهو. تعالى نعمل حركة حلوة اوي، انا نشوف بس انا عندي NPM ولا لا. NPM موجودة، NPM موجودة. تعالوا نلاقي الستوري الاول اللايبرز اللي ناقصة عشان اكيد في لايبرز محتاجينها. في كام لايبرري ديبريكيتد. طبعا انت ممكن تبعت له بقى في المره الجايه تقول له خلي بالك في لايبرز بقت ديبريكيتد او ما بقتش شغاله او ما بقتش موجوده ايا كان، وتقول له ابتدي صلح يا معلم عشان انا مش هينفع استخدم حاجه قديمه، ويبتدي يستخدمها لك بقى في الجديد طبعا. طيب تعالى نقول له npm run dev مثلا. اوكي بيقول لك ان environment does not exist. طيب تعالى نقول له run. طيب احنا مثلا خلينا نقول له ان احنا ستارت من دون فرق. انا ما عنديش نود للاسف فهي دي مشكله. طيب تعال نقول له npm run build عشان يبيلد. اوكي برضو لسه ستيل عندي مشكله ان مفيش نود. بس عموما احنا طلعنا ابلكيشن ببروتوتايب لطيف جدا جدا. انا مبسوط من النتيجه، الابلكيشن طلع شكله لطيف بديزاين حلو. تعال نجرب كده. طبعا انت ممكن بقى بعد كده مستقبلا تروح تقول له ايه ستوريز مختلفة. ممكن تروح تقول له بقى انت انا عايز لك لما اليوزر يفتح بص عمل فولو للراجل المحترم ده ماشي. تعال نبص على البروفايل بلاي ليست. ممكن كريت بلاي ليست قال لك لسه كريشن ما اشتغلش. دي مشكلة طبعا انت ممكن تصلحها. تعال نجرب ان انا اغير اسم الاكونت بتاعي سيك فتحي ده اخليه 1 2 3. هل ستيل سيك فتحي 1 2 3 ولا لا؟ دي مشكله ان هو لسه ما كلمش الداتابيز بشكل كويس. فهو طبعا انت المفروض تقول له ان انت تبتدي تتعامل مع الداتابيز بريزيستنس على السيرفر عشان يبقى فيها ريكورد الصح من السبسكريبشن. هل بيطلع لك البيمنت؟ اوكي طيب فانت المفروض بقى تكمل بقيه الاب لغايه لما يطلع برودكشن، وتكمل بقيه الفكره لغايه لما تطلع ايه اب كبير، لان انت لسه عندك البروفايل بتاع اسمه ايه دوت الارتست محتاج تكمله. انا كده خلصت. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا والموضوع عجبكم، وان شاء الله يكون في افاده كبيره ليكم وتكونوا انبسطتوا من الفكره بتاعت الفايب كودينج. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.